كلنا كده قاعدين في امان الله سمعنا عن اضراب للكباتن اللي شغالين في التطبيقات التوصيل زي اوبر وكريم واندرايف وديدي وغيرهم من التطبيقات اللي زيها. طيب احنا كده عايزين نعرف ايه السبب. ما هي ممكن ناس بتلجأ ليكوا في حالة واحدة، يعني انا بلجأ ليكوا في حالة ايه؟ ان مثلا انا والدتي رايحة بيها المستشفى تعمل اشعة وفحوصات، فطبعا هي مش هتقدر تركب المواصلات التانية، فبلجأ ليكوا علشان كده. وانتوا كمان غليتوا في الأجرة، يعني لا شك في ذلك. طيب ايه السبب في كده؟ قالوا عشان الاجره شويه. ازاي ده انتوا غليتوها يا ولاد المفتريه؟ لا احنا الاجره مش عاجبانا، البنزين غالي كام؟ ما احنا عارفين اللعبه واللي فيها، يعني هو البنزين غالي. طب يعني انتوا بتطلعوا همكم فينا؟ طب ما انتوا غليتوا الاجره. لا مش عاجبنا برضه، وفي تصليحات في العربيه وكده. طب ما انا اروح اجيب لك عربيه جديده يا عينيا بقى. فلا ازاي؟ فطبعا طلعوا عاملين اضراب ازاي؟ اضراب من اول يوم الاحد لغايه يوم الاربعاء، وانا اصلا رايحين بكره لوالدتي المستشفى يوم الاربعاء. شفتوا الخيبه والوحشه اللي انا فيها؟ طب وبعدين؟ قالوا لك لا ومش بس كده، ده كمان من الساعه 6 ل 9 الصبح، وانا المفروض ان انا اطلع 8 ونص الصبح. شفتيش الخيبه اللي انا فيها؟ طيب ومش بس كده، طب ايه بقى اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هم هيعملوا الاضراب ده، وكمان حاجة تانية ان هم هيعملوها في الوقت ده ولحد ما يعملوا الأجرة يزودوها. طب انتوا بتطلعوا عنينا ليه؟ ما انا لو بصحتي، يعني الحمد لله بصحتي وكل حاجة، والناس التانية لو انتوا بتركبوها كقلاطة وبنركب هي زي اوبر على مستوى يعني، خلاص انتوا هتعملوا الاضراب، اشربوا العربية ببنزينها بكل حاجة، وهركب اي مواصلات تانية. انما لو في حالات تعبانة وبتبقى متأيدة ان هي لازم تروح بميعاد معين، فانتوا بناء على ايه؟ يعني بناء على ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ كل ده عشان بتزودوا الاجره، بتطلعوا عين ابونا احنا. طب يا حكومه انتوا اللي زودتوا البنزين، شفتوا بيحصل فينا ايه؟ انما ناس تعبانه رايحه مستشفى، يعني انا مش رايحه دريم بارك، فانتوا بتعملوا فين كده ليه؟ يعني حسبي الله ونعم الوكيل. لانكم كلكم اتفقتوا واتجمعتوا، يبقى انتوا عاملين بقى ايه؟ عاملين مجموعه خاصه بيكم بالكباتن دي ولا ايه بالظبط؟ وطبعا التاكسيات هتاخدها فرصه. لا كده لا. وانا اقول يا رب اشمعنى في الوقت ده بتاع الصبح بيبقى غالي جدا عن الوقت اللي بعد كده؟ طبعا بجميع الاحوال غلوها، لا فعشان كده. فبجد احنا حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه فينا. الدنيا ملطشه، زي ما ملطشه فيكم ملطشه فينا احنا كمان. يعني وده خلي بالكم، الناس ممكن تكبر دماغها وما تلجاش لكم وتلجا للتاكسيات. فتمام، فبلاش تتقنقنوا وتشوفوا نفسكم قوي كده علينا. وانا بقول لاصحاب التطبيقات ذات نفسها، لموا الكباتن بتوعكم وخليهم كده ما يعملوش كده افكار وحاجات مش لطيفه، علشان احنا ممكن احنا ذات نفسينا الناس العاديه احنا اللي نعمل اضراب وما نلجاش للتطبيقات دي وننفع سواقين التاكسي او المواصلات العاديه. تمام، لان هي ملطشه في الكل، يعني احنا قبليكوا فاحنا هتطلعوا مننا احنا. فلا، يا اما بقى انا اروح اجيب لهم عربيه بقى على الزيرو الباشا علشان يرتاح، وممكن اعمل له مساج في كف رجليه عادي، واحط له رجليه بميه وملح. ما احنا خدامين ابوهم بقى، يلموا الدور علشان ايه؟ احنا كمان ما يبقاش لينا رد فعل. تمام، هيعملوا اضراب، ممكن احنا نعمل كمان اضراب، وساعتها بقى هيشحتوا بربابه وهم اللي هيعملوا تخفيضات. سامعيني اكيد؟ ها، خلي بالكم من الربابه. سلام، واتقوا الله شويه.